انا بقى الشخصيه اللي انا بعزها جدا كابتن جمال نوير، مبروك صعدت من الفرقه النهارده، فرقه من قطاع الناشئين. احنا بنعتبرك رمز في نادي طنطا. لا يا كابتن، انت راجل بتحب النادي وطول عمرك ربنا يخليك للناشئين اكتر والله. اولا النهارده الحمد لله انا فرحان جدا لنادي طنطا اولا، والزميل العمر الكابتن ممدوح قطب اللي تعب جدا جدا السنه دي والله، وكل اعضاء جهاز الفني في قطاع الناشئين. النادي كان موفر كل الاحتياجات لنا والله وكل الامكانيات، من اول الاستاذ فايز غريب الحمد لله رئيس مجلس الاداره لغايه العامل بتاع غرفه الملابس. فطبعا يعني انا مش هقول لك ان النهارده كنت يمكن قاعد على اعصابي، بقيت اتصل بالكابتن ممدوح قطب على طول لغايه ما اطمنت الحمد لله، وجيت هنا عملت له فضيحه في النادي عشان افرحه والله. واول واحد اتصل بيه الاستاذ احمد الدكتور احمد سلامه مدير النشاط الرياضي. فالحمد لله انا مبسوط جدا جدا للجيل دوت بامانه، لان الحمد لله حاليا نادي طنطا بيتميز بقطاع الناشئين فعلا الحمد لله. مبروك يا كابتن صعود فرقه من فرق القطاع، ولكن انا عايز اقول لك بس هو مش كل الناس وقفت مع قطاع الناشئين، تختلف معايا تتفق معايا بس سيبني انا وحريتي. على العموم مبروك لفرقه من فرق قطاع الناشئين، وانت من الشخصيات اللي احنا بنعتز بيها يا كابتن. مبروك يا كابتن. انت طبعا كنت معانا السنه اللي فاتت، يعني احنا ده نادينا. انا عايز اقول لك حاجه بس، الكابتن ممدوح برضه ما بينساش برضه بصمات الكابتن عصام ابراهيم، وهو طبعا الحمد لله كلنا بنكمل بعض. طبعا كابتن عصام مش مبروك لنادي طنطا. مبروك يا كابتن. عقبال بقى محمد ان شاء الله الوحش الصغير ده، ابراهيم بقى قبل منه ان شاء الله كده ان شاء الله باذن الله. طبعا الواحد يتمنى ان ابراهيم يكون في نادي طنطا، انما برضه سلامه كابتن علي ان عايز ان ابراهيم يكون جاي بمستواه، ما يبقاش يعني عامل لي انا هنا احراج ولا حاجه. هو السنه دي اخر سنه له ان شاء الله يخلص الدبلوم باذن الله ويكون بس كده ايه. ربنا يبارك لك فيما كابتن بالتوفيق ان شاء الله. مبروك للكابتن ممدوح. عمو ممدوح. يلا باي باي.